النقطة القادمة اللي بختلف فيها مع أخي وصديقي أو الأستاذ الأستاذ عبد العزيز، إنه هو بيقول إنه المصريين اخترعوا طقس التعميد. أنا ما شفتش ده، مش هقول إنه مش موجود. أنا قريت سليم حسن رحمة الله عليه الموسوعة كلها 18، وقريت عبد العزيز صالح وأحمد بدوي، دكتور أحمد بدوي الله يرحمه. ما شفتش إذا كان يدلني على مرجع في الكلام ده، لأن أنا أعتقد إن المسيحيين خدوا طقس التعميد من الصابئة المندائيين، ديانة الصابئة المندائيين الموجودة في شمال العراق وإيران، وما يزالون موجودين إلى الآن، بيتعبدوا إلى الإله الأعلى الخفي، وبين الإله ومخلوقات مجموعة آلهة. وأصلا طقس التعميد مأخوذ من الديانة البابلية، حيث توجد تيمات ربة العماء وربة الظلام وربة الماء. أنا لزلت يا جماعة؟ أنا رخمت؟ دمي تقيل؟ طيب. النقطة فمن هنا أرجو منه شاكرا إذا كان البابتايزنج أو يقول لي بس فين عشان أنا أتعلم. أنا ما أعرفش، يعني بيقولوا إيه زمان، عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني كوني ما أعرفش مش دليل علمي مش موجود. فأنا بدعي أو بأعلن إن أنا ما أعرفش، ويعني أرشده إنه يقول لي فين البابتايزنج أو التعميد ده. النقطة الثالثة أو الأخيرة بقى عشان عاوزين نسمعك. أنتوا عايزين أسكت حاضر. مبدع. ليه حضرتك اعتبرت إن العديد هو الستاندر أو المثل الأعلى للأدب النسائي؟ طب ما احنا عندنا أغاني الأفراح. تلاقي مثلا لو حللنا مجموعة أغاني الأفراح هنلاقيها بتنطوي على مجموعة قيم مادية حياتية تنتمي إلى هذا العالم. مثلا واحدة اهي بتقول لعريسها إيه وهي في حالة عداء مع أبوه وأمه وأهله كلهم، حود يا عريس حود، خد لك ليلة عندنا. ماشي لحد كده حلو قوي. وبعدين إيه بقى تمنياتها لأهله؟ أمك مدفع يدفعها، واختك يتقل سماعها، وابوك الراجل الكبير عقربه من تحت الزير. طب اللي فاقد ابوه وامه واخواته يعمل ايه؟ ادي بقى نهايه المشهد الدرامي، وانا وانت على السرير علبه ملبن تكفينا. يا نهار اسود. طيب وده حوار. طب اكمل ولا ايه؟ بلاش. وده حوار بين فتاتين احداهما مجربة مجربة والأخرى ساذجة غير مدربة. بتقول في الأولانية للتانية إيه؟ على الهق، لو قال لك هاتي بوسة اديله على بقه، حلو قوي. ثم تكرر على الهشو، لو قال لك هاتي بوسة اديله على وشه، تمام. ولكن على أنها عارفة إن الدلال ده مفتعل، ولو طولت في صاحبنا هيخلع، قالت لها في النهاية إيه؟ على الأهلي والزمالك، لو قال لك هاتي بوسة اديله مشي حالك. فطيب لو دي مش من التراث والله العظيم لا جديده جديده نسبيا يا استاذ، والله بسمعها من وانا صغير. طب اعمل ايه؟ طب نكمل. مثلا لو خدنا بالنا ايه القيم اللي بتربط العريس بالعروسه، هنلاقي اهلها بيقولوا لها اول حاجه الاكل، اعملي له حله محشي يغرق فيها او ما يطلعش وهو جالك اهو. الشرب، تعالى كل ليله واعمل لك شاي، العده في بيت ابويا والبابور شغال. الجنس على السرير الهلا هوب، يا عروسه اديني بوسه، يا عريس قلبي بيطب. طب انا شايف ليه ما ناخدش اغاني الافراح كستاندر موازي؟ الحياه على الاقل مجموعه اغاني الافراح بتنحاز الى قيم الحياه بما فيها من صخب وماديه. ده تقول لك يا ام العريس يا علبه الكبريته ماشيه ورايا وبحسبك عفريته، امك عامله مصليه وهي شيخه الحرميه. طيب يقوموا هم كمان يردوا ويقولوا ايه؟ قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى وان كان شبعان يحط في ايده معشش. لا اوكي نعم. شكرا يا دكتور. لا اذا عشان هو كان بيعلق. لا ده انا بعلق. فقط ادعو الى ان اغاني الافراح عبر القرى والمدن يتم تحليلها. كده بتحرق اللي انا كنت هطلبه منك. طيب عموما انا بس بقول اللي عندي يا جماعه، وارجوكم اللي عندك مش عايزين يتقال النهارده كله، احنا عايزين نجيبك على طول يا عم صلاح.
اولا انا بشكر الدكتور صلاح على مداخلته، لان هي مش بس تعليق، ده هي بس انا بكتشف ان هو مش مختلفين، لان هو في النهايه الفرق بين يعني الزمن اللي ظهرت فيه اللغه المسماريه واللغه الهيروغليفيه ما اعتقدش ان احنا هنختلف على مين قبل مين، ما دي شغلانه يعني سببها الخلافات السياسيه الحديثه، ان العراق يقولوا احنا اول الحضاره والمصريين يقولوا اول الحضاره، وليبيا كان بيقول القذافي كان عامل كتاب بيقول فيه ان هم اصل الحضاره يعني لا في كتاب كده موسوعه كبيره جدا. فما مش هنخش في الخلافات دي لانها خلافات علميه، لكن هو نبهنا الى نقطه مهمه جدا، ان الجدل ده مهم عشان خاطر الحقائق تظهر. هم مش مختلفين، واللي اضافوا بالنسبه للاغنيه لا ينفي العديد ان هو ادب نسوي، ولكن هو برضه الراجل بينحاز الى الحياه وان المراه، انما يمكن يبدو لان المصريين مساله الموت عندهم بالنسبه لهم كانت شيء كبير قوي، وله طقوسه وله خلود والبحث عن الخلود فيما وراه، فيمكن العديد خد هذه القيمه. بس ده يعني انت ورطت نفسك في ان احنا الرواق الجاي هنخصصه للغنوه النسويه المصريه كما يراها اخونا صلاح عبد الله. وانا يعني ما يبقى انا فرحان جدا لان هو مجيئه النهارده فتح لي باب جدا، يعني نعتبره احد مواد او احد رواد الفن الشعبي زي ما شفتوا كده، الطلاقه والانطلاق. انا هدعوه الى المنصه عشان خاطر يقول لنا بعض زجله عشان تتعرفوا عليه. بس ده مش زجل، ده شعر عاميه يا عم استنى بس، ما تستعجلش يا صلاح. اصل الزجل له سكه يا سيدي انا ماليش، بالعكس انا راجل، انا ما شفتش انت كتابي اخر حدود الزجل. لا ما قريتوش. هجيبه لك المره الجايه بمجلد هديه وببلاش. ما طبعا، امال ما انا طبعه على حسابي ووزعته كله بلاش، واحد بيشتري حاجه دلوقتي هتطلع بجد زي احسن. فالمهم ان انا يعني الزجل ده انا بقى منحاز ليه، ورايي ان هو الزجل هو الحضن الاكبر لقصيده العاميه الحديثه، والمساله التعالي على الزجل تعالي. لا والله مش تعالي، لا في ناس بتتعالى عليه وبتعتبره، يعني محمد احمد عبد المطلع حجازي بيعتبر شعراء العاميه مجرد زجالين وكانوا بيشتموا والعقاد، يعني بالعكس انا رايي ان الزجل احيانا يبقى فيه من الاندماج مع الحياه والقدره، وهتشوف دلوقتي في قصائد صلاح اللي انا مصر انه يجي يتفضل على المنصه عشان خاطر يقول لنا بعض ازجاله، ويسمح لي بس اقدمه بقصيده زجليه لبيرام التونسي، مش عشان خاطر يعني ان هو بينتمي، بالعكس عشان خاطر تعرفوا انا ليا وجهه نظر في الحكايه دي، ان صلاح عبد الله ليس فقط زي ما بيقولوا دايما في الكلام السريع في البرامج الثقافيه ان هو زجل امتداد لبيرام التونسي، لا انا بعتقد ان هو رؤيته لتفاصيل الحياه اليوميه المصريه اكثر عمقا، وطبعا بتحمل في طياتها ال50 سنه اللي بيفرقوا بين أسجال بيرام التونسي في العشرينات والثلاثينات وبين أسجال صلاح عبد الله في التسعينات والثمانينات من القرن الماضي والآن. هقول بس عشان خاطر برضه أنا ما بقولش كلام في الهوا، هقول قصيدة لبيرام اللي هي حرام الرغيف، بمناسبة إن إحنا في حمى محاكمة الحرامية، ويبدو إن إحنا هنفضل نحول الثورة إلى محاكمة لشوية فلوس وننسى الخراب اللي عملوه، الاجرام اللي اتعمل في البلد. صحيح. مع ان هو المفروض انه يبقى مجال للمحاكمه. يعني انا متغاظ جدا. معانا يا استاذ سمير قلت هز يا وز، هز يا وز ابنة مصر من احمد عز. ما انت هتقول، ما انا عايزك تقول، انا قصدي اقول يعني ان احنا من المضحكات المبكيات ان اخونا العدلي يحاكم على شويه فلوس وعلى شويه اوامر، في الوقت ان اللي حصل اللي احنا عايشينه دلوقتي هو من صنع حبيب العدلي، منذ امر البوليس انه ينسحب وامر بفتح السجون وقتلوا اللواء البطران اللي حاول يتصدى لهذا الراي. يعني دي جريمه تكفي للاعدام شنقا بلا اي مقدمات.